شباب، إيه الاخبار؟ بصوا، احنا في الفيديو ده هتكلم على تريكات بين السطور. متوقع ان هي ممكن تيجي في اسئله وهي ما جاتش قبل كده وما حدش تطرق ليها غالبا. يعني اول فكره معانا هنناقشها ان الكروموزوم اكس ده اللي هو رقمه المفروض بعد السابع اللي هو رقم 8 اطول من الكروموزوم واي اللي هو رقم المفروض 23. يبقى ده اطول، الكروموزوم الاكس اطول من واي. بس في حاجة للأسف، إن واي ده ترتيبه رقم 23 في الطرز الكروموزومي آخر واحد، فقرروا يجيبوا له إكس يقعد جنبه. بدل ما إكس يكون رقم 8 جابوه جنب رقم 23 اللي هو ده الواي. تمام، وجابوا له الإكس جنبه. فكأنك جبت الزوجة عند الزوج بتاعها تعيش، بس الزوجة أطول من الزوج، يعني الإكس البنوتة أطول من الواي الولد. فدي أول فكرة حبيت أتناقش فيها معاكم. تاني فكرة عندنا الإيشيرشيا كولاي اللي هي بيسميها إي كولاي. الإيشيرشيا كولاي دي بكتيريا فيها بلازميد، ولكن هي ناقص عندها بلازميد أوكي، لكن ما عندهاش إنزيمات قصر. وده بيخلينا نستخدم الإي كولاي دي في التجارب بتاعتنا اللي هي بنحب نصنع جين معين. خلي بالكوا البلازميد ده شريطين مش شريط واحد، فبنحط جوه البلازميد بتاع الايكولاي عشان هي ما عندهاش انزيمات القطع اللي هتهاجم الجين اللي انا عايز اعمله، اللي هي قصة دي ان ايه معادل اتحاد. خلاص، فدي نقطة مهمة. كلمة عطب موجودة في الفصل ده مكتوبة، يعني مرض. عطب يعني مرض، يقول لك الجينات، عطب الجينات، امراض الجينات. خلي بالك ان الانسولين هو اول بروتين تم انتاجه، خلاص، من خلال دي ان ايه معادل اتحاد. يبقى ده اول بروتين تم انتاجه من الدي ان ايه معادل اتحاد. احنا عارفين ان الدي ان ايه معادل اتحاد ليه استخدامات في الطب والزراعة والخ من كل ده. الانسولين ده كان اول بروتين تم انتاجه. معلومة كمان، خلي بالك ان الانترفيرون موجود ليه 15 جين. الانترفيرونات دي اللي كانت بتعيق نمو الفيروسات، في منها 15 جين بشري. دول اكتشفوهم العلماء عشان يصنعوا منهم الانترفيرون، لانه كانوا معتقدين ان الانترفيرون بيعالج السرطان. وجدوا ان دي فكرة كانت فاشلة، وهو فاشل في علاج السرطان. في انزيم تاني بنستخدمه في جهاز البي سي ار اسمه انزيم تاك بوليميريز. تاج بوليميريز ده انزيم بيوجد في جهاز البي سي ار. تمام، وده بيعمل عند درجة حرارة عالية، التاج حرارة عالية. خلاص، وده مستخلص من بكتيريا محبة للحرارة. لان هو عرفت منين الحتة دي؟ لانه هو بيعمل عند درجة حرارة عالية، يبقى من بكتيريا محبة للحرارة، يبقى تم استخلاص هذا الانزيم من داخل بكتيريا محبة للحرارة. الطرد المركزي، أين ذكرت كلمة الطرد المركزي في المنهج؟ الطرد المركزي دي اتقالت في كذا مكان. اتقالت مرة في عزل الجينات اللي هي قطع الدي ان ايه في تجارب البلازميد. في البلازميد لما كنا بنزرع حتة من الدي ان ايه كده جين، وفي الاخر نحب نفصل، فكنا بنستخدم الطرد المركزي. اتقالت فين تاني الطرد المركزي؟ اتقالت في فصل الحيوانات المنوية اكس عن الحيوانات المنوية واي، عشان لو انت استخدمت واي يبقى انت بتنتج ماشية تنتج لحوم، استخدمت الاكس كحيوان منوي يبقى انت بتنتج ماشية بتنتج الالبان. خلاص، فده الطرد المركزي. يعني استخدمناه في بنوك الامشاج، يبقى استخدمناه مرة في عزل الجينات اللي تم تصنيعها داخل البلازميد، واستخدمناه مرة في بنوك الامشاج. طيب البلازميد استخدمناه في تجارب دي ان معادلة الاتحاد. كنا بنجيبه من مكانين لو انت عايز تدور عليه، بتدور عليه في البكتيريا وتدور عليه في فطر الخميرة. تدور عليه في البكتيريا أوليات وتلاقيه في الخميرة حقيقيات. خلاص، في ملحوظة مهمة جدا، خلي بالك ان المحتوى الجيني، معظم المحتوى الجيني لأوليات النواة اللي أنا بلونه ده يمثل شفرة. يبقى دي أوليات النواة. جزء صغير جدا اللي أنا ممكن ألونه بلون تاني، ده المثلث ده الصغير هو الذي لا يمثل شفرة. دي أوليات النواة. أمال حقيقيات النواة، هتلاقي إن الجزء الذي لا يمثل شفرة ده جزء كبير مش صغير، ده جزء كبير. أما الباقي بيمثل شفرة. لاحظ إن المثلث هنا جزء كبير، ده حوالي 30%،
لا يمثل شفرة، 70% بس اللي بيمثلوا شفرة. هو المعظم بس، يعني جزء كبير، ولكن في جزء كبير برضو لا يمثل شفرة. خلاص، 70% فقط اللي بيمثل شفرة، فمعنى ذلك ان في 30% لا يمثل شفرة. فمين الأحلى كده؟ أوليات النوايا، لأن حقيقيات النوايا كده عندها مشكلة. في 30% ما بيعملوا لناش حاجة، مش عارفين هم فايدتهم ايه. خلاص. طيب، في انزيم اسمه انزيم النسخ العكسي. انزيم النسخ العكسي اللي بيحول المرنة mRNA الى DNA. يا ترى ده موجود فين انزيم النسخ العكسي وايه فايدته؟ ده موجود في الفيروسات، موجود في الفيروسات التي محتواها الجيني RNA. فيروس محتوى الجين RNA حب يتضاعف داخل جوه خلية، دخل جواها عايز يحول نفسه من RNA ل DNA عشان يقدر يتضاعف مع DNA بتاع الخلية، فمحتاج انزيم اسمه نسخ عكسي. يبقى أين توجد انزيمات النسخ العكسي؟ توجد انزيمات النسخ العكسي في الفيروسات التي محتواها الجين RNA. اتكلمنا على ان البلازميد ده ما بيبقاش شريط واحد، بيبقى شريطين، بدليل ان كان بيترك اطراف لاصقة اللي احنا كنا بنشوفها. فكون في اطراف لاصقة ده معنى ذلك ان هو شريطان وليس شريط. دي ممكن تبقى فكرة سؤال. خلي بالك معنى ذلك برضو ان في روابط هيدروجينية، بما انهم الشريطين مترابطين، في روابط هيدروجينية جوه البلازميد. خلاص، في اطراف لاصقة. في معلومة مهمة جدا، ان احنا عندنا 250 انزيم قطع، عندنا 250 نوع انزيم قطع. اوكي. طيب، عندنا نقطة مهمة جدا. لو جاب لك تصنيف مجموعة كائنات، مجموعة من الكائنات بيصنفها، يعني بيقسمها جروبس مجموعات، تفتكر ايه الاساس العلمي لهذا التصنيف؟ قال لك الاساس في هذه القصة هو التهجين الديني او الدي ان ايه المهجن. كانوا بيجيبوا مجموعة من الكائنات يخلطوهم دي ان ايه مع بعض، لقوا ان هما بيتماسكوا بشدة، يبقى الكائنات دي تصنف مع العيلة، وليكن عيلة الفيران، عيلة القطط، عيلة مش عارف ايه. فكل التصنيف بتاع الكائنات الحية ده بيعتمد برضو على الدي ان ايه المهجن، لان هو بيحدد العلاقات التطورية، بيحدد العلاقات التطورية. يبقى الدي ان ايه المهجن بيحدد لنا العلاقات التطورية، فدي نقطة مهمة. طيب، في حاجة اسمها عامل الإطلاق. عامل الإطلاق مهم جدا. عامل الإطلاق ده من اسمه بيطلق حاجات. قالك ده عبارة عن بروتين بيحصل ايه؟ يرتبط بكودون الوقف. يبقى ده بروتين بيمسك في كودون الوقف، وبالتالي بيفصل. نتيجة لده يفصل مين عن مين؟ قالك يفصل ال mRNA عن الريبوزوم الكبيرة والصغيرة. بيقعد يفصل، يطلق ال mRNA من الريبوزوم. ده عامل الإطلاق امتى؟ لما يرتبط بكودون الوقف. يبقى ده بيرتبط بكودون الوقف. إذا كودون الوقف لا يرتبط به tRNA، إنما يرتبط به عامل الإطلاق. وعامل الإطلاق ده بروتين. أين تم تصنيعه؟ بما إنه بروتين تم تصنيعه في السيتوبلازم. ترجمة: في تفاعل اسمه تفاعل نقل البيبتيدايل. تفاعل نقل البيبتيدايل ده ب2 حمض اميني مع بعض. ده بيتم في وحدة الريبوزوم الكبرى اللي هي فوق، مش الصغيرة اللي هي تحت. هنا بيتم هنا في البيبتيدايل امينو اسايل، واحد هنا وواحد هنا، بيقفشوا في بعض. ماشي يا شباب. قال لك هنا نفس الكودون نات تعطي نفس الأحماض الأمينية في جميع الكائنات الحية، في جميع الكائنات. يعني القطط لو لقيت سي مثلا، ده بيدي حمض وليكن جمالين. ده حمض اسمه جمالين. ده أنا بدي اكزامبل كده فور فن. سي بيدي جمالين في القطط. لو السي ده موجود في الإنسان هيدي جمالين، لو موجود في الكلاب هيدي جمالين، لو موجود في أي كائن هيدي نفس الحمض الأميني. مهمة دي. خلي بالكوا الجلايسين بدل ما كان عنده الكايل، ده لو دي الكربونة كده، كان هنا بيبقى فيه مجموعة الكايل، ما بقتش الكايل، بقت ايه؟ هيدروجين. خسر هو الالكايل. خلاص. جلايسين جل عن اخوته. ماشي. فرق ان في 2 بروتينات. في حاجة اسمها بروتينات، في بروتينات هيستونية وبروتينات غير هيستونية. وخلي بالك في تقسيمة تانية للبروتينات، تركيبية وتنظيمية. خلاص. البروتينات الهيستونية دي زي الأرجينين
واللايسين، دول بيصغروا الدي ان ايه 10 مرات، بيصغروه 10 مرات ويكونوا نيو كليو سوما اللي هي بالمنظر ده. الدي ان ايه ملفوف 10 مرات كون نيوكليوسوم. اما البروتينات الغير هستونية دي، البروتينات الغير هستونية في منها تركيبية وفي منها تنظيمية. التركيبية دي بتصغر الدي ان ايه 100,000 مرة، 100,000 مرة، وبتسميه كروماتين. كروماتين. إذا البروتينات غير هستونية تركيبية هي اللي لفت لنا في حكاية النواة الدي ان ايه في شكل صبغ، وليكن نعمله كده. مين المسؤول عن المنظر ده؟ البروتينات الهستونية التركيبية والبروتينات الغير هستونية التركيبية. يبقى الهستونية والغير هستونية، هستونية دي صغرتها 10 مرات، غير هستونية 100,000 مرة. اوكي. نقطة مهمة جدا كمان، عندنا الدي ان ايه في أوليات النواة، الدي ان ايه في أوليات والدي ان ايه في حقيقيات. الدي ان ايه في حقيقيات النواة لو فردوا ال46 كروموزوم يطلعوا 2 متر، 2 متر. خلاص. لو فردنا كل صبغي في الخلية هيطلع 2 متر. تخيل بقى ال2 متر دول محطوطين جوه النواة، نواة خلية قطرها من 2 ل3، قطر الخلية بتاعت النواة جوه نواة الخلية اللي قطرها من 2 ل3 مايكرون. يبقى قطر النواة ده، قطر النواة محطوط جواه 46 كروموزوم اللي انت لو فردتهم يطلعوا 2 متر. خلاص. طيب أوليات النواة، طول الدي ان ايه، طول الدي ان ايه بتاعها 1.4 ملي. خلاص. مليمتر. 1.4 مليمتر. طول الخلية نفسها، الخلية طولها 2 مايكرون. خلاص. ده صغير عن الملي بكتير. يبقى أوليات النواة طول الدي ان ايه 1.4 ملي، بينما طول الخلية 2 مايكرون. طول الخلية 2 مايكرون. ماشي. أما في حقيقيات النواة ال46 كروموزوم الصبغات فردناهم يطلعوا 2 متر، حطيناه جوه نواة، جوه النواة اللي قطرها من 2 ل3 مايكرون، من 2 ل3 جوه ايه 3 مايكرون، 2 ل3 ايه مايكرون. معلومة مهمة جدا، لو سألتك الكروماتين به بروتينات هستونية تركيبية ولا هستونية ولا غير هستونية تركيبية، في دي وفي دي صغرت 10 مرات ودي صغرت 100,000 مرة. عشان كده خلي بالكوا دي خطوة يليها دي خطوة أساسية، ودي تليها دي وراها. فالكروماتين ده يشمل الخطوتين في الحاجتين. عشان كده قالوا على الكروماتين ده جزء واحد من دي ان ايه يلتف ويطوى عدة مرات، مرتبط بالعديد من البروتينات. خلاص. والكروماتين فيه كميات متساوية من الدي ان ايه مع البروتين. خلاص. عندنا شكل بروتين مين بيحدده؟ روابط هيدروجينية. عندك الطفرات الجسدية، عايز تقول لنا ايه عليها؟ شائعة في النبات. الطفرات الجسدية شائعة في النبات، اللي بيتكاثر خضريا، ودي طريقة من طرق التكاثر اللاجنسي، خدنا منها مثال زراعة الأنسجة. يبقى الطفرات الجسدية شائعة في النباتات التي تتكاثر خضريا. الطفرات الجسدية بيحصل في فرع، يحصل في طفرة، يبدأ الفرع ده يكمل وينمو لوحده. خلاص. دي الطفرات الجسدية. في طفرة صبغية في النبات، طفرات صبغية في النبات بتؤدي إلى كبر حجم الثمرة. يا ترى في حد تاني بيكبر حجم الثمرة غير طفرات صبغية في النبات؟ في الطفرات المستحدثة بتؤدي إلى تكبير حجم الثمار، بيحقنوها مواد كده خليها تكبر حجم الثمار. طيب. في طفرات اسمها جينية، بيتحول الجين السائد إلى جين متنحي، ودي مشهورة. تحول الجين السائد لجين ايه؟ متنحي. أشهر من العكس، أشهر من المتنحي يبقى سائد. تمام. طيب ده بالنسبة لأجزاء الدي ان ايه والار ان ايه، التركات اللي أنا حبيت أقول لكم عليها. في بعض التركات إني بعض الفصل الأول وبعض التكاثر والكلام ده كله. عندنا عظمة العضد تبدأ برأس تنتهي بنتوء، والنتوء ده
للداخل لان هيمسك فيه تجويف الزند. هنا ده المنظر ده تجويف، الحتة دي الفراغ ده تجويف الزند، خلاص دي الزند، وبره هنا القعبرة. اذا النتوء السفلي، النتوء اللي هو البروز اللي طالع من العضد ده للداخل ولا خارج؟ لا داخل، دي الترك سهلة. القعبرة أصغر حجما من الزند، القعبرة أصغر حجما من الزند لكنها أطول. يبقى القعبرة صغيرة في الحجم بس طويلة، صغيرة في الحجم بس أطول. مفصل زلالي، غضروف سائل، حركة معدنية. الأوكسجينات مسؤول عن تفتح أزهار وتساقط أوراق، دي الأوكسجينات، ونضج الثمار. خلي بالك برضو الأوكسجينات مكنت الإنسان من إخضاع نمو النبات، دي اللي عملته الأوكسجينات. بس خلي بالك الأوكسجينات مسؤول عن تساقط الأوراق، يعني بتسبب قطوع في النبات، وبالتالي بتحتاج مين يطلع؟ الصموغ، لا الفلين، الفلين. اوكي، افتكر ان من الاكسجينات بتاعه النبات اندول حمض الخليك او نفسول حمض الخليك، خلاص. التضخم البسيط، عندنا مرض اسمه التضخم البسيط، نقص الثيروكسين نتيجة نقص اليود. لو النقص ده قلب بقى حاد هتعمل المرضين اللي عارفينهم، ميكسوديما وقماء. ده لو النقص بقى ايه؟ حاد. الجزئية الأهم بقى، والصفحة دي نكتبها بعناية وباهتمام وبهدوء. الجزئية دي مهمة جدا. عايزين نتكلم على أمثلة بتتكاثر بالتجدد، دي أول حاجة. عايزين نقول أمثلة تتكاثر بالتجرثم، دي تاني حاجة. عايزين نقول أمثلة تتكاثر بالتوالد البكري، عايزين نقول أمثلة تتكاثر بالاقتران. يلا بينا نقول بقى الأمثلة. أولا بيتكاثر بالتجدد كثير من النباتات، دي أول مثال. تاني حاجة بعض الديدان، تالت حاجة بعض الحيوانات، زي مين؟ عندك هيدرا، اسفنج، نجم البحر، كل دي كائنات تتكاثر بالتجدد. بس انت قسمهم 3 عائلات، 1 2 3. كثير من النباتات، بعض الديدان، بعض الحيوانات، دول 3 أمثلة. عندنا اللي بيتكاثر بالتجرثم 3 أمثلة. نباتات بدائية، دي أول مثال. تاني مثال فطريات، والفطريات دي كلكم عارفينها، عفن، خبز، عيش، غراب. عفن، خبز، وعيش ايه؟ غراب. تالت حاجة بيتكاثر بالتجرثم السراخس أو الفوجير، اللي هي بعض الطحالب، خلاص، زي السراخس، اتفقنا. عندنا كمان بيتكاثر بالتوالد البكري ديدان، قشريات، حشرات، خدنا منهم حشرة من ونحل عسل ونحل. ده كان الطبيعي ديدان، قشريات، حشرات. ولكن الصناعي نجم بحر، ركزوا على نجم البحر ده، والضفدع، تمام، والأرنب، كل دول بيتكاثروا بالتوليد البكري، تمام. يبقى دول صناعي، لكن اللي فوق ده ايه؟ طبيعي. ما تنسوش الصناعي نجم البحر والضفدع والأرنب. عندنا الاقتران بعض الأوليات وبعض الطحالب زي السبايروجايرا، وبعض الفطريات. إذا وجدنا الفطريات دي في التجرثم، وجدتها في الاقتران. آخر حاجة عندنا التلقيح داخلي في مين؟ يعني بيتعين على الذكر إدخال الحيوانات المنوية للجسم بتاع الأنثى في الزواحف
الطيور والثدييات. كل دول تلقيح داخلي، احنا من ضمن الثدييات برضو. تمام. اما التلقيح بيكون خارجي في الاسماك والضفادع. في جزئية مهمة جدا برضو، تجميعات مهمة. الضفدع يا ولاد في المنهج خدناه ان هو تلقيح واخصاب خارجي، اذا هو لا يحتاج لرحم، خلاص الجنين مرمي في الشارع. توالد البكر الصناعي خدنا فيه الضفدع، وزراعة الأنوية خدنا فيها الضفدع. في حاجة بقى الأرنوب خدناه في التوالد البكر الصناعي، وخدناه في دورة الطمس. قال المدة بتاعة دورة الطمس للأرانب شهر، خلاص. طيب نفكر في مدة دورة التزاوج اللي هي دورة الطمس. دورة التزاوج دي بتبقى سنوية، الحتة دي مهمة جدا، وبتبقى نصف سنوية، وبتبقى شهرية. سنوية أسود نمور، خلاص. نصف سنوية قطط وكلاب، وشهرية أرنب وفأر. وراح أقولك أنا الفار دورته شهرية، يعني كل شهر. حمله 21 يوم. ياه، عايز أوصلك معلومة إن مدة حمل الفار قليلة حتى عن دورته. ياخد الدورة بتجيله أكتر ما بيحمل. مدة الحمل أكتر من مدة الحمل. فدي نقطة مهمة جدا تركز عليها وتبقى فاهمها، خلاص. ده بالنسبة لمدة الحمل. عندك الأغنام الحمل بتاعهم 150 يوم. عندك الإنسان 270 يوم. تمام، وكفاية كده.